حشميش اخوتي، اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله. السلام عليكم خواتي خواتاتي المهمات الحنينات، كيف عاملين؟ لبس عليكم بخير مزيانين، نتمنىكم تكونوا على خير وبخير ان شاء الله يا ربي. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال في احسن الظروف ان شاء الله. مرحبا بكم عندي في فيديو جديد ونهار جديد. سبحان الله العظيم، الخدامه كينوضوا بكري كيبداو كيبنوا هنا كيطقطقوا على دابا اخوتي الشراجم. عملت البراد ديال اتاي هنا يطيب، تفطروا معنا. مرحبا بكم، الف مرحبا، اللهم ديمها نعمه وحفظها من الزاول يا ربي. اليوم اخوتي غنشارك معكم النهار ديالنا، نتمنى يعجبكم ان شاء الله يا ربي، وما تنساوناش من اللايكات والتعليق الزوينه ديالكم يا احلى واغلى متتبعات ديالي. اول حاجه عملت اتاي طيب، هذا عنقلي فيه البيضات، الشوكولاط لافاش كيري، البيضات عنقلي لي معايا جوج حيت ما كيتكلوشي. نعمل نعينه من البراد، نجبد عليه نخليه حتى يغلى مزيان. الفطور ديالنا اللهم ديمها نعمه وحفظها من الزوال يا ربي. خوتي النهار الثاني غنكملوا على الطرطه ديالنا كما شفتوا، مع كنس هاجر كتخلط هاد الكاناج. ايوا قالت لي جيب التليفون نشاركوا مع المتتبعات ديالك. الطريقه خوتي هو تبارك الله كلشي معروف بالطياب والحداقه، غير كل واحد والطريقه ديالو. كما شفتوا خوتي هاجر غتشرح لكم. هذا نباج ياك، ها هو نباج. وعندي هنايا النكهه ديال الفريز، هذه كتباع بالعبر 5 دراهم، فهمتي؟ ما كديروهاش كامله. الطويصه هذه 5 دراهم، 5 دراهم كيتباع بالعبر. عملت النباج مع النكهه وصافي كنخلط كما شفتوا معايا بحال هكا، كنخلطو حتى كيرجع على هذا الشكل هذا، وغنكبوه مباشره على الطرطه ديالنا وانتم معنا. وعلى حسب اللون نتوما كتحكموا فيه، يعني شوف، الا بغيتو ديروا النكهه ديال الحامض ديروا النكهه ديال اش ما بغيتو ديروها. انا نوريكم النكهه ديال الحامض ديال ما شفتوا. هذه النكهه ديال الحامض يمكن لكم ديروا النباج مع الحامض، يمكن لكم ديروا هذا المشماش، ولكن بصراحه كيجي الفريز وكيجي الحامض كيجي واعر، كيجي فيه واحد المذاق الصراحه غزال. دابا هاجر كتطرب على حسب كولور اخوتي، غنزيدو شويه. نور اختارت الفريز، وكما قلنا لكم الفريز كيجي ما شاء الله غزال. وحتى الفريز عملناه في وسطه كما شفتوا معنا البارح. ايوا يمكن لكم تعملوا الحامض، تعملوا الحامض كيجي واعر. وشكرا اخوتي على التعليق الزوينه ديالكم في الفيديوهات. الحامض كيجي واعر لبنادم كبير كيعجبو، مثلا كيعجبني الحامض على الفريز. داك صغار كيعجبهم الفريز، داكشي علاش كيعجبهم الغوز، داكشي علاش عملنا على وديتو. وعاد سبحان الله العظيم التانور عندها عيد الميلاد واخا ما كنعملش يا اخوتي عيد الميلاد نلعبوا، غير كنفرحوها وصافي، نتوما عارفين. وكما شفتوا اخوتي البارح مونطينا الطرطه ديالنا. من بعد انا زدت لها غير هذا بالبوش، كنشط ليه شويه ديال الكريمه، هي هاد الوريدات هادو ان شاء الله يا ربي. ودابا وصلت لمرحله التزيين. وهنا خوتي بالنسبه للتزيين عندي الفرومبواز عاد غنغسلو، يلا شريناه البارح. وعندي هنايا الميرتين. التزيين دائما على حسب الاختيار. عندي ورق الذهب، عندي هنايا الكناج اللي صايبت معكم، عندي الفيرميسيل في الاحمر. حنا ماشيين في لوتام ديال الاحمر. وعندي هنايا واحد النجيمات اللي في الذهبي اللي غنعمل بهم تزيين. ديما التزيين كيبقى على حسب الاختيار. الكريمه شاطت لي واحد شويه ديال الكريمه، حاولت نعمل بها هاد الوريدات هادو باش تحبس لي هاد الكناج هذا. ها القوام ديالو كيفاش كيجي مرايه، كيجي ما شاء الله. بسم الله. نور شحال فرحانه بالطرطه، حيت فيه ما كتجي عند خالته هاجر كتعمل لها الطرطات. هاجر كتزينها مع الجنيبات بهاد الفيرميسين في الحميمه بحال فريزه. تبارك الله شات غزاله هاجر، الله يعطيك الصحه. عملت لها خوتي مع الجناب ديك الفيرميسيل كما شفتوا بالحميمار. دابا غناخذ الفرومبواز وغنحطو جات فنه. لاله نور قالت خاصها الطرطه في الحمر، قالت لنا الغوز ولا الحميمر. كناخذ غير هذوك الصغيور نقيو الدين. كيعجبهم نتوما خوتي هانتوما خوتي كيعجبكم بحال هاد الفيديو بحال هكا فيهم الحداقات.
فيهم الحمس، فيهم الطريقه ديال الديكوراسيون. كل واحد سبحان الله العظيم كيفاش شنو كيبغي كيتفنن. نور غنعملوها لها مفاجاه، بغيناش نخلوها تدخل الكوزينه حتى نعوضوها ونسوقوها عاد نعيطوا لها تشوف. كنهضر بشويه باش ما تسمعنيش. وها نتوما خوتي عطوني الراي ديالكم مع الحميمه، مع حاجه عاطي. الله يعين. كما قلت لكم البارح ضروري غنحيدوا لها هاد اللاطه وعاد بان حتى تشب راسها مزيان. عندي ورق الذهب وها الشكل النهائي اخوتي ديال الطرطه ديالنا. 1 2 3 جات فنه ما شاء الله 100 اليوم اخوتي غنعملوا الحفله د 100 ان شاء الله يا ربي. شكرا لكم بزاف بزاف اللي وصلتوني ل 100 لله يخطيكم عليا والله يكبر بكم ويحفظكم ويحفظ لكم وليداتكم يا ربي. كيف جاتكم الطرطه اخوتي؟ الصراحه جات غزاله، الله يعطي الصحه نهاجر ربشتها معايا الصراحه والله العظيم. شوفوا اخوتي هاد الطرطه ما شاء الله كيف جات غزاله وطاحت لنا صراحه بواحد الثمن اللي اقتصادي والله العظيم. ها انتم اخوتي اعطوني في التعاليق شحال عندكم طاحت عليا هاد الطرطه. يلا اخوتي ها انتم مع الفيديو. دابا اخوتي نور جات وبغينا نعملوها لها مفاجاه والله ما شافتها. دابا اول مره عاد تشوفها. 1 قربه 1 هزها هاجر شويه. 1 2 3 كيف جات؟ جات زوينه نور دوشات وعاد خرجت من الحمام وجات تشوف الطرطه. كيف جاتك يا نور؟ زينة بزاف. نور كتحماق على الطرطات وعملنا لها خطره. شو كتبوس ليدي؟ وكنعملوا لها خطره. قالت لك ماما عملها لي في الغوز ولا في الحميمر. يلا هاد الطرطه في الحميمر صافي. وعجبتك بزاف؟ شنو اللي عجبك فيها؟ شنو اللي عجبك فيها بزاف؟ كامله صافي كامله. الله يعطيك الصحه. كون خالته هاجر شكرا. شكرا. معكم اخوتي الغديوه ديالنا. اللهم ديمها نعمه وحفظها من الزوال يا ربي. هذه الخبز، هذا القوق. كاين اللي كينقيها اخوتي وكيسلقو، كاين اللي كيسلقوه هكا بالملحه. كنغسلوه مزيان وكنسلقوه بالملحه كيجي ما شاء الله غزال. شلاضه. هنا عندنا مريقه بالجلبانه، مريقه بالدجاج بالجلبانه ما شاء الله على نسيمه. هذا هو الغدا ديالنا. ذهب النهار عملت لنا هاجر الغدا، انا عملت شلاضه. هي عملت كلشي، انا عملت شلاضه. ها المريقه جات معسله. الدجاج بالجلبانه كيجي مزيون. هاجر سبحان الله العظيم ما عندهمش مع الماكله خوتي مخلطه. كيعملوا الجلبانه والبطاطا والجعده. الا عملت الجلبانه مع الدجاج صافي، وإلا عملت البطاطا مع الدجاج صافي. المهم كيعملوا حاجه وحده. انت طلعوا لي فيهم بخار بالضبابه يتشواو. شليضه انا عملتها شليضه عربيه كما قلت لكم. القوق كتعجبني الشلاضات خوتي كاملين. القوق والخبز. اي واحد كتعجبو الماكله د الناس، زعما الماكله شي واحد في الدار. انا بيدي طلعت لي الماكله ديالي في راسي. كيعجبني شي واحد يطيب لي. هلا عليا. هنا خوتي عملت هاجر كرواسه كما كتشوفوا. ما كانش عندنا الوقت صراحه باش نشاركوها معكم اخوتي في العجينه ديالنا. والله العجينه ديالها ماشي ما كديش الوقت وساهله الصراحه. كرواسه فيها تمرض بصح هادي صراحه ما كديش الوقت. كدير الوقت قاله، كدير الوقت خصوصا الا درتو كميه كبيره كما درت انا. كدير الوقت وفيها تمرض باش نكونوا واقعيين. ما نعرف حيت انا ما عملتش يدي فيها داك الشيء علاش كيبان لي. غير هو الصبر فهمتي. انا نقول لكم الطريقه ديالها. ديروا نص كيلو ديال الطحين ولا كيلو الطحين دائما على حساب العبار اللي عاد بغيتينا شحال بغيتي من الكميه تخرج لك. من بعد تدير الطحين، الملحه، الخميره الخبز، معلقه صغيره الخميره الخبز، واحد الخماره، 5 المعالق ديال السكر. الا عملتي نص كيلو 5 المعالق ديال السكر عملتي كاس كتضوب، عملتي كيلو كتضوب المقادير وعلى حسب الحلاوه اللي كتبغيو. الملحه
وواحد الفانيلا وصافي. كتخلط له 2 معالق ديال الزبده و2 معالق ديال الزيت. من بعد كتخلطها كتعجنها مزيان، كتخليها شاده في راسها، ماشي خفيفه وماشي ثقيله. ومن بعد كتخليها حتى تخمر مزيان، هي السر ديالها في الخميره. كتخليها حتى تخمر مزيان. من بعد ملي كتخمر كتقسم العجينه ديالها في الكويرات بحال هكا. مثلا انا هنايا قسمت على شحال من الكويرات عطاتني، هذيك 5 وهادو 3 8 19 11 ديال الكويرات عطاتني. عملت هنا 3 هنا 3 هي مورقه، هي كتجي مورقه. هاي هانتوما شفتوا كتجي مورقه. ان شاء الله شي نهار نشاركوها معكم من البدايه حتى النهايه ديالها ان شاء الله. كتقطعها بحال هكا، كتقطعها كتلقاها بشويه، يعني كتلقيه شويه، ما دابا كتخليها هادوك شويه ثلاثه عطلقهم فوق بعضياتهم. كتخليهم من بعد بين هذه وهذه كتطلق وحده وكدير فوقها الزبده. هاي الزبده مذوبه، الزبده مذوبه. ومن بعد عطلق الثانيه وعاد عمل من فوقها وعاد عمل من فوقها الزبده مذوبه وكتعمل الثالثه. ومن بعد دابا هذاك عطلقها بحال هاد الشكل هذه وعاد قطعها، عاد عمل لها الشكلاط وعاد قدلويه كلشي. ومن بعد ملي العجين قطعها غنوريكم كيفاش. صافي. دابا خوتي هنايا من بعد ملي كتخمر كندهنوها بالبيض. ها هو البيض مطرب مع شويه ديال الخل باش ما كيبقاش ديك الصفوريه ديال البيض. كندهنوها وكنعملوها. عملنا له واحد الفاني، حيت دابا كرواسه ضروري باش كتجي ديك التقرميشه من فوق تديروا فانيا. المهم والخل. بالنسبه للعجينه نعاودها معكم. كيلو ولا نص كيلو على حساب الكميه. كدير السكر، الملحه، الزيت، الزبده، وكتعجن العجينه ديالك. واحد الخميره ديال الخبز وواحد الخميره ديال الحلويات. كتعجن العجينه ديالك، ما تخليهاش مرخوفه، ما تخليهاش قاسحه، تكون شاده في راسها وصافي. والطريقه اللي وريتكم. ايوا هاجر دابا ماشي اخوتي مع هاد الكرواسه صراحه فيها الخدمه، ولكن كتجي واعره. هذه ضروري اي حاجه مزيونه راه كيكون فيها تماره شويه. كاينه شي حاجه بلا تماره. هذيك النور هادو راه انا غنحيدهم في لاطه اخرى على حساب على ما يخمروا صافي. هاجر ماشي اخوتي مع هاد الكرواسه، وانا غنمشي نجمع الدار باش نخرجوا ان شاء الله يا ربي غنمشيو المرجن ان شاء الله. اذا كتاب اللاطه الاولى خوتي كانت عمراتها هاجر، ها هي خمارت كما كتشوفوا. هذه خامره دابا عاد دخلها الطيب، كطيب من التحت عاد كطلع تحمر من الفوق. وكما قلت لكم ضروري كندهنوها بالبيض والفاني وشويه ديال الخل باش ما كتبقاش ديك الصفوريه ديال البيض. ها هي دابا خمرات على خاطرها. شوف غتجي ما شاء الله غزاله. هانتوما خوتي قدرنا دقه. هانتوما خوتي كنطلقها بهذه الطريقه، ما كنخليهاش رقيقه وما كنخليهاش غليظه، تقريبا واحد ساعه. من بعد كناخذ جراره بيتزا، من احسن جراره بيتزا احسن من الموس. من بعد كنقسمها على 4 بحال هكا، وكل هذا كنقسمو على 2. كل 4 كنقسمو على 2 بحال هكا. وكنزيد كل عاود هذاك الثلث كنقسمو عاود على 2. هاد الطريقه كتجي مورقه. من بعد كتعمل فيها الشوكولاط وكتبقى تلوي. كما وريتكم رختي في الطنجره. كندخل الفران على درجه الحراره اللي تكون 180 درجه حراره، كيكون مسخن من قبل. من التحت نحمروها من الفوق صافي. ايوا كطيب اخوتي ونشاركوها معكم ان شاء الله. هذا الشكل النهائي اخوتي ديال الكرواسه. الصراحه كتجي فنها ما شاء الله، كتجي مورقه ما تشبعوش منها تبارك الله يا ربي. ها هي اخوتي كما شفتوا محمره على الحقه وطريقه. عملنا هذه وعملت هاجر وحده صغيره كتجي حليل وعاوتاني. ايوا نتمنى يعجبكم الفيديو د هذا النهار، وما تنسوناش من اللايكات والتعاليق الزوينه ديالكم يا احلى واغلى متتبعات ديالي. ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله يا ربي. شوفوا كيفاش عامره بالشوكولاط ما شاء الله غزاله وجات محمره يا سلام. خارجين ان شاء الله يا ربي خوتي. فوجوا شويه عاد رجعوا نسمع علينا انا ونور